ففي مجال البنية التحتية ستتم تقوية الشبكة الطرقية بالمنطقة بإنجاز طريق مزدوج بالمواصفات الدولية بين تيزنية العيون والدخلة. مبارك فنشا مدير المركزي للطريق السريع تيزنية الداخلة. إذا حنا كنتواجدوا بالمقر اللي فيه المؤتمر 11 للطرق اللي كتنظم الوزارة كل 4 سنوات. هذا المؤتمر كيكون مناسبة باش كنتكلموا على التقنيات والاجتهادات والتوصيات الجديدة والمستقبلية فيما يخص هذا الجانب ديال الطرق والمنشآت الفنية بصفة عامة. كيحضروا لي خبراء مختبرات أجانب وزراء، والحمد لله كان مناسبة باش ندرسوا جميع الإشكاليات التقنية والحلول ديالها والتوصيات ديالها باش كنشاركوا معنا جميع الأطراف سواء كانوا مكاتب دراسات خبراء ديالهم ومقاولات وأجانب كذلك في هذا المجال. هذه كانت مناسبة كذلك باش تعقدت هذا البوان دو بريس، هذه الندوة الصحفية باش نتواصلوا، لأن الحمد لله أنا شخصيا والوزارة كتعتبر بأن يعني الصحافة هي شريك لتدبير المعلومة معنا، وشريك باش توصل المعلومة الصحيحة لمكانها وفي حينها. هذا مهم جدا، وكنشكركم بالمناسبة على التواصل ديالكم. وانا الحمد لله كنتواصل ديما فيما يخص المشاريع، هي مشاريع ملكية جات في استراتيجية ورؤية ملكية كبيرة. فيما يخص الطريق السريع الحمد لله اليوم رغم بعض الإكراهات الطبيعية والتقنية اللي تكلمنا عليها، وبعد انطلاقة البرنامج بصفة عامة والطريق السريع بصفة خاصة الحمد لله، واليوم تجاوزنا نسبة ديال الإنجاز ديال 80% اللي كانت الحمد لله موضوع ديال التثميني، وموضوع يعني تطرق ليه جلالة الملك في الذكرى 47 المسيرة الخضراء المظفرة. واليوم الحمد لله تجاوزت الأشغال المنجزة 800 كيلومتر، 12 قنطرة أنجزت في جميع المقاطع ورغم الصعوبات كما قلت. واليوم الحمد لله الوزارة بواسطة المديرية المختصة اتخذت وتتخذ جميع الإجراءات إن شاء الله باش يعني نوجدوا هذا المشروع الكبير في نهاية السنة الماجية بحول الله، باستثناء من طبيعة الحال لأن هذا المشروع هذا عرف إضافات كبرى، عرف بدالات، وأكبر إضافة هو هذه الإضافات كاملة الهدف ديالها تصب في يعني التكييف ديال المشروع في المدن وفي بعض يعني المحاور، وكذلك يعني الملائمة ديالو في بعض المقاطع. وكان أكبر هذه الإضافات الجسر المداري ديال مدينة العيون اللي غيكون إضافة كبيرة جدا إن شاء الله ديال المشروع، واللي هذا الجسر التكلفة ديالو 1.2 مليار ديال الدرهم، الطول ديالو 1925 كما تعرفوا. جسر يعني خاص وكبير ومميز بحجمه بطوله بتقنياته بتكلفته، ولا غيكون إضافة كبيرة، غيكون أكبر جسر على صعيد المملكة الحمد لله. وحنا أعلنا عن طلبات العروض اللي غتكون إن شاء الله في الأسبوع يوم الثلاثاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وهادشي كامل الحمد لله غادي يضاف لسجل البنية التحتية التي تنجزها الوزارة والمملكة الشريفة. شكرا جزيلا. شكرا.